بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا اليوم نواصلوا الجزء الثاني تاع الصابلي. اليوم نشوفوا صابلي شوكو، هذا هو، هذه النتيجة تاعه. يعني هذه الوصفة كذلك تجي هشة أكثر من البيضة. الكاكاو يخليها هشة وطرية أكثر من الوصفة الأولى، يعني ما فيها حتى مشكل، ناجحة، ما فيها حتى صعوبة. يلا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. إذا نحط 250 غرام زبدة طرية، كاس سكر رطب، ونبدأ ندخل هذيك السكر مع الزبدة، ثم نزيد 2 حبات بيض نخلطهم مع بعض، نص كاس زيت عند الخط هذاك، يعني نخلط هذه المقادير، كاس مايزينا، نواصل الخلط. وهنا إضافة نزيدو 2 مغارف كاكاو، فرق مع الوصفة الأولى نزيدو 2 مغارف كاكاو فقط. ونبدأ نضيف في الفرينة ونحط واحدة خميرة كيميائية، ونبدأ نلم ونضيف الفرينة بشوية ونلم حتى تنشف، ما توليش تتلصق في اليد وما توليش تتلصق في الغيسيبيون وتشد روحها. نغطيها بكيس بلاستيكي ونبدأ مباشرة نطبع فيها. إذا نحطها هكذا نفس الطريقة ونحلها بالحلال ونبدأ نطبع. أنا استعملت هذا الطابع اللي يعني يقطع لي كمية أكثر من الأولى. نبدأ نطبع فيها وننحيها ونستفها كامل في الصينية وندخلها للفرن على 180 درجة فقط. كي تنشف ما تقرعيلهاش قاعدة تتحمر، غير تنشف خرجيها، تزيد تشد روحها خارج الفرن بهذه الطريقة. هذه هي، تحمري شوية ولا تشد روحها نخرجها. نبدأ نلصق فيها بالمربى ونستفهم كامل ونخليها تبات، ما نمشي مباشرة نقلاصيها بالشيكولا، نخليها تبات باش تشرب هذاك المربى وتشد روحها. في الصباح انا الشيكولا تاعي استعملت 2 مغارف كاكاو. انا نقولك الطريقه تاعي، وانتي بغيتي تذوبي بيضه وديريها مباشره 3 مغارف سكر رطب. انا نستعمل هذا الطريقه، وندوب وحده مينه في الحمام مائي ونضيف عليه هذاك الخليط تاع السكر الرطب والكاكاو. انا استعملي كميه على حسب كميه تاع الحلوى تاع نص كاس حليب عند هذاك الخط ومغرف صغيره زبده. نحطهم فوق النار وندوبهم كامل مليح. هنا راح لي المقطع تاع الكلاصاج. اذا نزينهم بالشيكولا، والتزيين اختياري. اذا قطعت لي كميه مليحه 48 حبه، تقدر يعني الا كانت عندك مناسبه ديريهم تعمر لك البلا، غير مكلفه وخرجت يعني ما شاء الله شيشه، صورة تعبر عن نفسها. وجربوها وشهدكم في الجنة، وإلى الملتقى.